والمشكل ديال القولون العصبي غتهناو منه بصفه نهائيه. الا عندك الاسهال او لا عندك القبض او لا عندك التهاب او لا عندك القولون المنفوخ، هذا كيهنيك منه. السلام عليكم. هذا الفيديو هذا خاص بالناس اللي عندهم مشاكل ديال المعده، عندك الانتفاخ، عندك الغازات، عندك القولون، عندك جرثومات المعده، كاع المشاكل اللي كتعاني منها ديال المعده. خصك تفرج معايا في هذا الفيديو هذا. انا بحكم انني خدمت واحد المدينه من غير المدينه ديالي، ما كاين لا اللي يطيب لي لا يصوب لي حتى شي حاجه، كانت الاغلبيه ديال الماكله ديالي على برا، ومرضت من البعيده وعانيت منها بزاف. وواحد الناس الله يجزيهم بالخير عطاوني واحد الوصفات درتها والحمد لله جاب ربي التيسير. ديكشي علاش بغيت انني نشاركها معاكم. بالنسبه للغازات ديال البطن، الناس اللي كتقرع بزاف، اللي كتاكل شويه وكتحس براسها منفوخه، الفيديو راه حطيته لكم هنايا في القناه. بالنسبه لجرثومات المعده، حطيت لكم الاسبوع اللي فات واحد الفيديو اللي هو ممتاز غير باعشاب اللي هي طبيعيه. اليوم ان شاء الله غنتكلم مع الناس اللي عندهم القولون العصبي. بومزوي مشيتي للطبيب وقال لك عندك القولون العصبي، تفرج معايا في هذا الفيديو. الا كنتي كليتي الدواء او درتي شي عشب وما نفعوكش ومازال كتعاني، تفرج معايا في هذا الفيديو. وما تنسانيش غير مرحمه الوالدين، وانت بدورك ان شاء الله خذ رحمه الوالدين ووصل هذا الفيديو هذا للناس ان شاء الله. من بعد ما تشافوا ويجيب ربي التيسير عاد شاركوا، ما كاينش مشكل. او لا وصل هذا الفيديو غير بالهضره، المهم هو ناخذ الاجر ورحمه الوالدين والناس يعرفوا ويستافدوا. تفرج معايا في هذا الفيديو غادي نشرح لك شنو خصك دير بالتفاصيل. الاخوان كما كتشوفوا معايا الطريقه راها سهله وبسيطه، وباعشاب كاينين في اي مدينه وفي اي بلاد موجودين عند العطار. عندنا هنا خليو هذا هو بلاتي، عندنا هنا ثلاثه ديال المكونات، عندنا الكمون البلدي وعندنا القزبور حبوب وعندنا البابونج. هاد ثلاثه ديال المكونات هما اللي غادي يهدئوا لينا وغادي يعالجوا لينا المشكل ديال القولون العصبي، المشكل ديال بومزوي. وكاين واحد المكون واحد اخر ضروري خصنا نستعملوه. منين بداو في هاد المكونات الاسبوع الاول غندخلوا معاهم هاد المكون هذا الرابع، واللي هو زريعه الكتار مطحون على شكل بودره. منين بداو في هاد المكونات هذا غادي نبقاو نديروه ان شاء الله معلقه صغيره غناكلوها مع كاس ديال الماء من مورا الغداء بساعه او لا بساعه ونص. هذا شنو كيدير؟ الا عندك الاسهال او لا عندك القبض او لا عندك التهاب او لا عندك القولون المنفوخ، هذا كيهنيك منه، ما كيبقاوش عندك هاد المشاكل. وهادو كينقيو لنا المصران ديالنا وكيهدؤوه وكيخليونا نرتاحوا. يعني هاد الوصفه غنديروها 15 اليوم، هذه 15 اليوم، ولكن هذا غنديروه هي في الاسبوع الثاني. اذا باش ما نطولش عليكم غناخذوا معلقه صغيره ديال الكمون البلدي ومعلقه صغيره ديال البابونج كما كتشوفوا معايا. تبعوا معايا الطريقه وفهموها مزيان باش تكون النتيجه مضمونه ان شاء الله. وغادي نزيدوا معلقه صغيره ديال القزبور حبوب. يعني هنا دابا درنا ثلاثه ديال المكونات باش ما ندوخكمش وما نكثرش عليكم. هاد الوصفه غنديروها لمده ديال اسبوع. الاسبوع الثاني غندخلوا معاها زريعه الكتان، يعني غنبقاو كنديروها الاسبوع الثاني ولكن غندخلوا معاها زريعه الكتان. اذا من بعد ما كنديروا هاد المكونات كنكبوا عليهم الماء طايب سخون على هاد الشكل كما كتشوفوا معايا، وغادي نخليوه تقريبا ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه حتى يطلقوا لنا هاد المكونات. اذا الطريقه راها سهله وبسيطه، ما تدوخوش راسكم بزاف. من بعد شنو غادي نديروا؟ غادي نصفيوها على هاد الشكل بحال هكا. يعني هاد المكونات غادي نزولوهم وغادي نستعملوا غير هاد الماء اللي بقى لينا ديال هاد المكونات. هاد الوصفه كنديروها جوج ديال المرات في النهار وفي الصباح وفي الليل ان شاء الله. والمشكل ديال القولون العصبي غتهناو منه بصفه نهائيه. ما تنساوناش غير مرحمه الوالدين منين ديروا هاد الطريقه وتنفعكم ان شاء الله. حاولوا تشاركوها مع الناس باش يعرفوا ويستافدوا، سواء صيفطوا لهم الفيديو او لو وصلوها لهم غير بالهضره ما كاينش مشكل. المهم هو ان ناخذوا الاجر ورحمه الوالدين. كان معكم خوكم ولد الغزال والسلام عليكم.